الحكاية بتبدأ وسط جبال توبا اليابانية في معركة رهيبة حصلت ما بين الثوار والجيش. الثوار كانوا عبارة عن مجموعة مقاتلي ساموراي بقيادة شخص اسمه هيتو. هيتو محترف باستخدام السيف، وهو وأتباعه خلصوا على نص الجيش، لكن فجأة في شاب قوي ظهر بدون سابق انذار ودمر كل مقاتلي الساموراي بسرعة البرق. الشاب ده اسمه روروني كينشن، وكل هدفه انه ينهي الحرب تماما لان في ناس كتير اتأذت. بالفعل الجيش كسب بسبب مساعدة كينشن، وهيتو اتعصب منه بشدة وكان عايز يقتله، لكن كينشن غرس سيفه في الارض وقال انه بيكره قتل الابرياء، وعمل كده من اجل انهاء الحرب تماما. فهيتو اتعجب منه بشدة. بعد ساعات بنعرف ان في محارب ساموراي لسه عايش وخرج من وسط الموتى. المحارب ده عيونه اصبح لونها اسود من العذاب اللي شافه، وهدفه حاجة واحدة بس، هي انه يخلص على روروني كينشن وينتقم منه بسبب اللي عمله. اما كينشن فرح